السلام عليكم. اهلا بيكم مره تانية في سلسله حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي والوهات. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اهم مفاهيم السايبر سيكيورتي، واتكلمنا كمان عن الايدنتيتي اكسس مانجمنت والاند بوينت سيكيورتي والنتورك سيكيورتي. كل دي بارت اوف السايبر سيكيورتي دومينز. والنهارده هنتكلم عن الابلكيشن سيكيورتي دومين. طيب هو انا ليه مهتم بالابلكيشن سيكيورتي؟ يلا بينا على البورد على طول، ما نضيعش وقت عشان اشرح لكم تفاصيل اكتر. خلوني اقول لكم حاجه مهمه جدا في الاول. تقريبا كل السوفت ويرز فيها باجز، تمام؟ ما حدش بيكتب كود يخدم على كومبلكس ابلكيشنز من غير شويه باجز حلوه كده. ونسبه الباجز دي، تمام، بتقلب بعد كده انها تبقى security vulnerabilities. وبالتبعية دي لازم نفهم إن كل سوفت وير فيه مجموعة من الفولنربيليتيز. مهمتنا بقى احنا اللي احنا نحاول نقلل السكيورتي فولنربيليتيز دي. طيب واحد يجي يقول لي مش الابلكيشن شغال، فكك خلاص يعني، فكك من الفولنربيليتي دي، تعالى اقول لك بقى ليه الفولنربيليتي دي لازم نبص عليها ونحاول نقللها، ولو نعرف نشيلها خالص يبقى كتر خير الدنيا. وبصينا على مراحل تطور الابلكيشن، تمام، وبصينا فين بالظبط الفولنربيليتي بتظهر. هنلاقي ان معظمها بيبدا يظهر في مرحله الكودينج فيز، تمام، وهنا بتبدا مرحله الانجكشن بتاع الفولنربيليتي وانت بتكتب الكود، تمام. بعد كده بنروح لليونت تيستنج والفانكشنال تيستنج والسيستم تيستنج لحد ما نوصل لمرحله الريليز بتاع الابلكيشن بتاعك او بتاع السوفت وير. مع كل مرحله من دي هنلاقي ان الباكس، تمام، اللي هي في لو دسنا على المرحله الاخضر ده هنلاقي ان في كل مرحله الباجز اقل من المرحله اللي قبلها. كميه الباجز اللي بتبقى يحصل لها انجكشن اعلى في مرحله الكود، وبتبدا تقل لحد ما نوصل لمرحله الريليز. ممكن يظهر لنا باجز بعد كده بعد ما بنكتب الكود، بس بتبقى بنسبه اقل. طيب دي المراحل اللي الفولنربيليتيز بيحصل لها انجكشن او بتظهر، تمام، او بتتكون. طيب احنا فين بقى بنفاوند الفولنربيليتيز دي او بنكتشفها؟ احنا بنكتشف البوجز دي او الفولنربيليتيز دي خلال كل مرحله من المراحل دي. في مرحله الكودنج مثلا، تمام، هنا البوجز او الفولنربيليتيز بتكون بيتكونوا، بس احنا لسه ما اكتشفناش الفولنربيليتي دي. هي حصل لها انجكشن في الكود اللي انا بكتبه بس انا ما اكتشفتهاش، تمام. نبدا بقى ندخل في مرحله اليونت تيستنج والفانكشنال تيستنج والسيستم تيستنج. في المراحل دي ببدا اعمل اللي انا اكتشف الباجز دي، تمام، في مرحله الفاوند، تمام، اللي انا ببدا اكتشف الباجز او فولنربيليتيز دي في الكود اللي انا اوريدي كتبته، تمام. وطبعا لحد ما نوصل لمرحله الريليز، وهي اخر مرحله، خلاص بنطلع الابلكيشن بتاعنا او السوفت وير للبرودكشن انفايرمنت على امل ان احنا ما نلاقيش فولنربيليتيز او باجز في الفيز دي ويطلع الكود بتاعنا نضيف. وطبعا ده ايه؟ عشم ابليس في الجنه، هنلاقي باجز برضه في الاخر، تمام. خلي بالكم ان اهم حاجه هنا بنبص عليها وهي التكلفه، تمام. فمع كل بج انت بتكتشفه او مع كل vulnerability انت بتكتشفه في early phases، تمام، ده بيقلل لك التكلفه. فلنفترض ان تكلفه اللي هيك تكتشف vulnerability او بج في مرحله وانت لسه في مرحله الكودنج هي اكس، تمام، هي هتوصل ل 640 اكس لو انت اكتشفت البجز دي في later phases. وهتبقى مصيبه سودة اكتر لو اكتشفتها في مرحله الريليس. يعني انت طلعت الكود بتاعتك برودكشن وبعد كده اكتشفت ان في بجز، طبعا التكلفه هنا هتبقى اعلى واعلى. طيب نعمل ايه عشان نكتشف البجز دي بسرعه؟ خلونا نبص على السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل او الاس دي ال سي.
زمان السوفت وير ديفلوبمنت كان بيتقسم بالطريقه دي اللي قدامكم، وده التراديشنال بروسيس او التراديشنال سوفت وير ديفلوبمنت بروسيس. كان عندنا في الاول ديزاين فيز، تبدا تديزاين. تمام. في الاول طبعا بيجي قبلها مرحله الريكويرمنت اناليسيز، انت بحيث بتعرف ايه المطلوب اصلا من السوفت وير ده، وبعد كده تبدا الديزاين. بعد الديزاين فيز بيجي مرحله الكودينج والامبلمنتيشن. انت الاول بتشوف الريكويرمنت، تعمل الديزاين بتاعك، تكتب الكود والامبلمنتيشن، وبعد كده تبدا تعمل تدخل على مرحله التستنج. تمام. بعد ما بتعمل الكودنج والامبلمنتيشن تدخل على مرحله التستنج بتاعه الكود، وفي الاخر بتطلع الكود بتاعك ده للبرودكشن، او بتعمل ريليز او ايفالويشن للكود بتاعك. في ارض الواقع المراحل دي تقريبا مش مرتبطه ببعض قوي. عندنا هنا زي حاجه زي ايه، لوجيكال وول هنا كده بالمنظر ده، حيطه ما بين الجزء ده والجزء ده. لو تاخدوا بالكم ان المرحله دي هي مرحله الديفلوبمنت، وهنا مرحله الاوبريشن. فخلينا هنا واخدين بالنا ان التراديشنال لايف سايكل متقسمه جزئين، جزء الديفلوبمنت وجزء ايه الاوبريشنال. هنا احنا بنعمل ديفلوبمنت بتاعنا، تمام، في الجزء ده من اول الريكويرمنت والديزاين الامبلمنتيشن والكودينج والتستنج. تمام. وهنا بعمل ايه، بريليز السوفت وير بتاعي للبرودكشن انفايرمنت. المشكله هنا ان البروسيس دي لينير قوي. تمام. اللوجيكال وول هنا اللي ما بين الديفلوبمنت اريا والاوبريشن اريا. تمام. فبعض الاورجنايزيشنز، بعض الشركات ممكن تبقى تخينه حبتين ثلاثه، وده تخلي البروسيس دي حاجه تقدر تقول عليها هي سايلود. تمام. فهي اول حاجه هي لينير، كل حاجه معتمده على قبلها، وسايلود. يعني ايه سايلود؟ يعني كل واحد ايه بيشتغل في اللي هو فيه، بعد خلص شغله خلاص انا ماليش دعوه ايه بالشغل اللي بعدي، برمي الشغل او على الستيب اللي بعديه، وهو بقى ايه يتعامل. وده خلى في مايند سيت كده عند الناس اسمه اوفر ذا وول ثينكينج. الاوفر ذا وول ثينكينج او اوفر ذا وول منتاليتي، بحيث انا اخلص شغلي وخلاص وارمي على اللي بعدي. وكمان ممكن تبقى بطيئه، تمام، وما فيهاش فليكسبيليتي. وفي مصيبه سودا تانية كمان هنا، هي السكيورتي. السكيورتي هنا بيبداوا يفكروا فيها في مرحله الاوبريشن، هنا مش along the process من الاول للاخر. هو بعد ما خلاص عمل الديفلوبمنت يبدا بقى هيطلع اوبريشن، طب ما يلا نسكيور الكود. طبعا ده ايه، كلام في الهجايز خالص. طيب حل الكلام ده ايه؟ هو المودرن بروسيس اللي هي الديف اوبس. بحيث هنا البروسيس التو بروسيسز اللي هو الديفلوبمنت والاوبريشنال بيشتغلوا مع بعض. تمام. بحيث نبيلد الكود ونريليز الكود ونديبلوي الكود ونوبريت الكود، وهكذا بشكل في هيئه iterative لوب او فيدباك لوب، بحيث يبقى عندنا continuous improvement. مفيش هنا over the wall mindset، مفيش هنا احنا وهم، هنا كله شغال مع بعضه، بحيث يبقى فيه integration ما بين الانتيتيز، وان دي عباره عن حلقه متواصله. تمام. وكمان سريعه وبتشتغل بالاجيلتي موديل. كل ده حلو وبسمسم، تمام، بس احنا هنا ما حطيناش السكيورتي يا معلم. وهنا بيجي دور الابروتش الجديد، وهو الديف سيك اوبس. بحيث هنا هنبدا نغطي الديف اوبس دي بطبقه من السكيورتي. تمام. المنظر الجميل الاخضر ده. تمام. وهنحط هنا السكيورتي في كل الفيز اللي قدامنا دي،
مش في الاخر زي الموديل التراديشنال. ففي الديفزيك اوبس بنستخدم حاجه اسمها شيفت ليفت سينكينج. طيب يعني ايه شيفت ليفت سينكينج؟ ده بحيث اقدر احط السكيورتي ميجرز بتاعتي او السكيورتي كنترولز في كل مرحله من المراحل اللي انا بعدي بيها في السوفت وير ديفلوبمنت. يعني لو فكرنا هنا في اللينير في اللينير تراديشنال بروسيس للسوفت وير ديفلوبمنت اللي كانت فوق دي، احنا كنا ماشيين هنا من يمين لشمال. لا، الشيفت ليفت سينكينج بيقول لك لا، بص لي بقى من الشمال لليمين وامشي كده ستيب باي ستيب، واقعد سكيورلي كل ستيب انت بتعدي عليها. تمام. ولو بنتكلم على الفلو ده، لا سكيورلي بقى من اول الريليز وارجع لي لورا، السيستم تيستنج والفانكشنال تيستنج واليونت تيستنج والكودينج، تبدا تسكيور كل ستيب من الستيبس دي. تمام. طبعا بستخدم مبدا الايه السكيورتي باي ديزاين. ولو عايز تعرف اكتر على السكيورتي باي ديزاين، ارجع لاول حلقه في سلسله حرس من الهاكرز، احنا متكلمين على البرنسبل ده بالتفصيل. كمان كمان هيبقى عندنا كولابوريشن ما بين الثلاثه بروسيسز، الديف اللي هو الديفلوبمنت والاوبريشن، وطبعا اون توب اوف ذم الايه السكيورتي في كل الفيزز. تمام. طبعا هنا مش كل واحد شغال في وادي مع نفسه. تمام. وهم كل بروسيس من دول انتجريتد وكولابوريتد مع بعض. وطبعا فوق كل ده هنحاول نأوتوميت الدنيا دي على قد ما نقدر، هنتكلم عليها كمان شويه. بعد ما اتكلمنا عن ال SDLC، تمام، سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، تعالوا نتكلم على السكيور كودينج. طيب هو احنا محتاجين ايه عشان نكتب سكيورد كود؟ طيب وده النيد بتاعتنا اللي احنا محتاجينه عشان نكتب سكيور كود. طيب لو احنا عايزين نعمل شيفت ليفت سينكينج، تمام، اللي اتكلمنا عليه في ال SDLC من شويه، ونطبق السكيورتي في كل الفيزز لحد ما نوصل لمرحله الكودينج، هو زي ما قلنا نبص على اللينير بروسيس ونرجع لورا، نبدا من اول الريليز ونبدا نرجع لحد ما نوصل للكودينج. اللي هو في الاول لازم اعرف هي احتياجاتي. انا عايز اول حاجه، تمام، ليست. طيب الليست دي بتاعت ايه؟ هي ليست لكل الكودينج براكتسز، تمام، زي تشيك ليست كده. تمام، تشيك ليست ليا بمشي عليها. تمام. زي مثلا في تشيك ليست دي ممكن الاقي انبوت فاليديشن عشان احمي السوفت وير بتاعي من حاجه زي البفر اوفر فلو اتاكس. لازم نحدد ازاي هنعمل اوثنتيكيشن، ازاي هطبق الكريبتوغرافي في الكود بتاعي. تمام. ازاي اصلا ههندل الايرورز في السوفت وير بتاعي. وفي ريسورس عظيم، تمام، مهم قوي اللي احنا نبقى عارفينه، وهو الاو واسب. الاو واسب الاو واسب ده ريسورس مهم جدا. في الويب سايت ده هتلاقي لستة حلوة كده عن السكيور كودينج براكتس، فلو مش عارفها هاخد لك لفة هناك هتتبسط. تاني حاجة وهي التراستد لايبراريز. محدش دلوقتي بيكتب الكود بتاعه من الالف للياء 100% تمام لوحده كده، ايه طرزان. في حاجات كتير قوي تتعمل. نتيجة للكلام ده معظمنا بيعتمد على كودز مكتوبة من ناس تانية، ممكن تكون اوبن سورس او لا، على حسب يعني ايه اللايبرري. عشان نعمل سوفت وير بتاعنا ففي كمية لايبرز، تمام، كتيرة، ومش كلهم اصلا تراستد. وحتى التراستد اصلا لازم نعمل لهم انسبكشن محترم كده عشان نقدر نستخدمها. فالكود بتاعنا بيبقى مستخدم لايبرز كتير. اللايبرز دي لازم نفاليديتها قبل ما نستخدمها في الكود بتاعنا.
تالت حاجه وهي الستاندرد اركتكتشر. لازم يبقى عندك ستاندرد اركتكتشر للسوفت وير بتاعك. لازم يكون عندك شك ممكن تقول عليه فريم للسوفت وير بتاعك كستاندرد، تقول انا والله السوفت وير بتاعي هيبقى في الاخر بعد ما يخلص الديفلوبمنت وكده قبل ما اطلعه اعمل له ريليز للبرودكشن لازم يبقى بالشكل الفلاني، لازم امشي على ستاندرد. تمام. طيب رابع حاجه وهي الاخطاء او الميستيكس اللي لازم اتجنبها. تمام. mistakes to avoid. وهنا هنرجع تاني للايه؟ للاو واسب. تمام. عندهم حاجه جميله قوي اسمها الاو واسب توب 10 ليست، ودي بيكون فيها التوب 10 vulnerabilities اللي موجوده في معظم الابلكيشنز. والليست دي دايناميك بتتغير مع الزمن. تمام. يعني الفيرجن الحاليه هي اخر فيرجن نزلت اجدد واحده هي 2021، والفيرجن اللي كانت قبلها كانت 2017. ولو بصينا كده على التو فيرجنز هنلاقي ان في حاجات كومن كتير ما بين التو فيرجنز، ودي مصيبه سوداء، لان معناه كده ان احنا مش بنتعلم من اخطائنا. يعني الحاجات الفولنربيلتيز او التوب 10 فولنربيلتي سكيورتي فولنربيلتيز اللي موجوده من 2017 تقريبا في منها كتير لسه في 2021 هي برضو من التوب 10. فده معناه ان احنا مش بنتعلم من اخطائنا. خامس حاجه وهي السوفت وير بيل اوف ماتيريال SBOM. تمام. اللي انا بستخدمها والاس بي او ام دي هنا ببقى مهتم اعرف كل حاجه بالظبط جايه منين، ودي حاجه عامله زي كده السبلاي تشين. فانا مثلا عايز اعرف الكومبوننتس بتاعه الكود بتاعي اللي انا بستخدمها، وعايز اعرف كل اللايبرز اللي بستخدمها في الكود بتاعي ايه هي اللايبرز بالظبط، وايه هي السورسز بتاعتها. تمام. الاوريجن بتاعت الكومبوننتس دي وبتاعت اللايبرز دي، وايه الديبندنس بتاعتها معتمدين على بعض ازاي جوه الكود. تمام. وايه الفيرجن اصلا بتاع اللايبرز دي، هل في منها فيرجنز، هل انا مستخدم فيرجن اوت ديتد، وايه وهل الكومبوننت اللي انا بستخدمها دي اوت ديتد ومحتاج مثلا استخدم فيرجن اجدد منها ولا لا. لازم الكلام ده كله ابقى عارفه. وايه الفولنربيلتيز اللي موجوده في الكومبوننتس اللي انا بستخدمها جوه الكود بتاعي. تمام. كل ده بيساعدني لا يبقى عندي هوليستيك فيو على الكود اللي انا بكتبه. تمام. عشان اقدر اطلع سوفت وير محترم في بجز اقل ما يمكن. هو طبعا اي سوفت وير مش هيخلو من البجز، بس لازم اطلع السوفت وير بتاعي يعني انضف حاجه على قد ما اقدر، بحيث يبقى في اقل من البجز واقل عدد من السكيورتي فولنربيلتي. بعد ما اتكلمنا عن الاس دي ال سي واتكلمنا على السكيور كودينج، تعالوا بقى نتكلم شويه عن الفولنربيلتي تيستنج. عشان التست السكيورتي لازم تكون لازم تكون على البروسيس كلها. وزي ما اتكلمنا في الاول ان من اهم النقط عشان نعمل كده هي ان انا استخدم اوتوميشن تولز. ومن اهم الاوتوميشن تولز دي هي الستاتيك ابلكيشن سكيورتي تيستنج تولز والدايناميك ابلكيشن سكيورتي تيستنج تولز. طب هو ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ الستاتيك معروف برضو ب الوايت بوكس تيستنج، واسمه كده عشان احنا بيبقى معانا الايه السورس كود، ونقدر ندخل السورس كود ده على التول ونعمل بيه التستنج. لكن في الدايناميك ابلكيشن سكيورتي تيستنج تولز او المعروفه بالبلاك بوكس تيستنج، هنا بدل ما بدخل السورس كود انا اصلا هنا ما ببقاش عارف السورس كود ولا بيبقى معايا. هنا انا التول بتبص دايما على اكسكيوتبل سيستم، بحيث انا بعمل رن او اكسكيوشن للابلكيشن دايركت. طيب في فرق مهم كمان ما بين الستاتيك والدايناميك ابلكيشن سكيورتي تيستنج تولز. في الستاتيك هنا انا بلاقي الفولنربيلتيز في الايرلي فيزز زي في مرحله الكودينج كده،
والدايناميك بلاقي vulnerabilities في later phases، في مرحله اليونت تيستنج او الفانكشن تيستنج او الستاتيك تيستنج. وهنا مفيش حاجه اسمها مين احسن من التاني، تمام؟ هما الاتنين بيشتغلوا مع بعض، تمام؟ عشان اطلع البلاوي اللي موجوده في الكود بتاعي من اول مرحله الكودنج وفي مراحل التستنج المختلفه، بحيث اقدر اطلع كم كبير من البجز او الفانابيلتيز لحد قبل ما اطلع برودكشن، قبل ما ريليز الكود بتاعي للبرودكشن انفايرمنت. فهي مش ايزر او اور، تمام؟ هي اند. انا بستخدم الاثنين، الستاتيك تيستنج والدايناميك تيستنج، عشان ابدا اطلع البجز والفولنربيلتيز اللي موجوده في الكود اللي انا بكتب. طيب حاجه تانية مهمه لازم اتكلم عليها، وهي الشات بوت، تمام؟ والشات بوتس دي دلوقتي بتستخدم في حاجات كتير، زي انها ممكن تكتب لك الكود، تمام؟ تكتب لك الكود بسرعه جدا، مجرد انت تقول لها ايه الريكوايرمنت بتاعت السوفت وير بتاعك وايه الفانكشن بتاعته، وايه اللانجوج، البروجرامنج لانجوج اللي انت عايز تستخدمها عشان تكتب الكود بتاعك، وهي هتكتبها لك اقل من دقيقه ممكن كمان. او كمان ممكن تابلود جزء من الكود بتاعك او ايفن حتى الكود كله، تمام؟ عشان تعمل ديباجنج للكود. كل ده حلو وجميل وبسمسم، تمام؟ لكن في حاجتين مهمين لازم ناخد بالنا منهم، ان الطريقه دي ممكن تعمل انجكشن لفولنربيلتيز في الكود بتاعك او في السوفت وير بتاعك، وممكن يكون الشات بوت اللي انت بتستخدمه ده هو واجهه الهاكر بيستخدمها عشان ينجكت باك دورز في الكود بتاعك ويصطادك بعدين براحته. والشات بوست دي كمان ممكن تعمل اكسبوجر للانتلكشوال بروبرتيز بتاعتك، زي التريد سيكريت. ممكن الكود بتاعك ده مثلا في جزء مثلا يعتبر تريد سيكريت للاورجنايزيشن انت شغال فيها، فانت لما تعمل له ابلود على شات بوت اصلا بابليك، فانت كده بتكسبوز او تعمل ديسكلوجر للتريد سيكريت بتاع الكود بتاعك بتاع الاورجنايزيشن اللي انت شغال فيها. طبعا ده بيفايوليت الريجوليشنز بتاعت والبوليسي بتاعت الاورجنايزيشن اللي انت شغال فيها. فلازم نحرص جامد واحنا شغالين بالشات بوتس دي. بس وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده من سلسله حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي. اتكلمنا فيها بالتفصيل عن الابليكيشن سيكيورتي. الحلقه اللي جايه هنتكلم عن الداتا سيكيورتي. استنوني الجمعه الجايه ان شاء الله في حلقه جديده من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.